جميع الكائنات الحية تقريبا في يوم من الأيام هتموت فجأة، والسبب هيكون صوت لا يمكن وصفه، وده لاني بكلمك عن صوت النفخ في الصور. المشهد ده لوحده كفايه خلينا نفهم ان الصوت مش مجرد حاجه بنسمعها وخلاص، ده قوه فيزيائيه تقدر تعالج او تدمر او حتى ترسم لنا اشكال معقده وشكلها حلو. عشان كده قررت اخدكم اصدقائي الفضوليين في رحله صغيره نتعرف من خلالها من اول تعريف بسيط للصوت لحد اخطر واغرب التجارب اللي اتعملت عليه. فانزل اشترك في القناه واعمل لايك، فلنبدا. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فضول، واللي هيكون وسيلتنا عشان نستكشف العالم من حوالينا. سنه 2009 في مدينه بيتسبرج الامريكيه خرج الاف الناس في مظاهرات ضخمه بيطالبوا فيها بالعداله الاقتصاديه، وده كان بالتزامن مع اجتماع عالمي مهم جدا اتعمل في المدينه وقتها اسمه قمه الجي 20، واللي بيحضرها قاده اهم 20 دوله اقتصاديه في العالم زي الصين وامريكا والمانيا وغيرهم عشان يناقشوا مشاكل الاقتصاد العالمي. وسط الاحداث دي بقى الشرطه الامريكيه خدت الموضوع على صدرها واستخدمت لاول مره جهاز شبه طبق دش كده بيطلع موجات صوتيه عاليه جدا، لدرجه ان المتظاهرين كانوا بيبعدوا عنه تلقائيا ويحطوا ايديهم على ودانهم، وفي منهم اللي وقع على الارض من شده الالم بسبب الصوت اللي كان بيطلع من الجهاز ساعتها. بس يا ترى ايه هو الجهاز ده، وهل فعلا نقدر نحول الصوت لسلاح؟ الصوت اللي بنسمعه كل يوم هو حاجة بديهية بالنسبة لنا، بس تخيل عشان نجاوب على سؤال يعني ايه الصوت خدنا آلاف السنين من التفكير والتجارب، بداية من الفلاسفة اليونان اللي كانوا بيسألوا الصوت ده بيجي منين ولحد وقتنا الحالي. فيثاغورس مثلا لاحظ ان الوتر لما بيتشد بيطلع نغمة مختلفة، فبدأ يربط بين طول الوتر وعدد اهتزازاته ونوع النغمة اللي بتطلع منه، ودي كانت أول محاولة لربط الصوت بالرياضيات. بعده جه أرسطو قال ان الصوت بينتقل في الهواء على شكل موجات، وبالرغم من انه كان عنده شوية أخطاء في فهمه للموجات دي، لكن نقدر نقول انها كانت أول محاولة لتفسير علمي للصوت. بعدهم جت مرحلة مهمة جدا ألا وهي العصر الإسلامي، وهنا بدأ يظهر دور العلماء المسلمين واللي كان من أبرزهم العالم ابن الهيثم. الراجل ده كان سابق عصره بقرون ويعتبر من أوائل الناس اللي طبقوا المنهج العلمي في فهم الطبيعة، وده بسبب انه كان بيعتمد على الملاحظه والتجربه مش مجرد كلام نظري وخلاص. صحيح هو ما اشتغلش على الصوت بشكل مباشر، بس ابحاثه عن الضوء والموجات وانتقال الطاقه كانت حجر الاساس اللي خلى العلماء بعد كده يفهموا ان الصوت زي الضوء بيتصرف كموجه، وده فتح الباب لتجارب واكتشافات كتيره في علم الصوت. يعني نقدر نقول ان ابن الهيثم مهد الطريق لفهم الصوت بشكل علمي. مرت السنين والقرون لحد ما وصلنا للعصر الحديث. جاليليو مثلا لاحظ ان الاجسام لما بتهتز بتصدر صوت، ودي كانت ملاحظه مهمه جدا فتحت باب لاسئله كتير عن علاقه الاهتزاز بالصوت. بعده جه الفيلسوف الفرنسي وعالم الفيزياء ماري ميرسيني، وده راجل كان شغوف جدا بالاوتار والموسيقى ودرس الصوت بشكل عملي جدا، ومن الحاجات العبقريه اللي عملها هي محاولته لقياس سرعه الصوت سنه 1635. انت متخيل ان في حد كان عايز يقيس سرعه الصوت قبل ما نيوتن يتولد اصلا؟ التجربه كانت بسيطه، جاب شخص معاه مدفع صغير ووقفه فوق جبل بعيد شويه، بعدها وقف ميرسيني على بعد 1 كيلومتر مثلا من الشخص ده. الشخص اللي واقف بعيد اول ما يضرب المدفع وميرسيني يشوف ضوء الشراره بتاعه المدفع يبدا يحسب الفرق بين زمن وصول الضوء اللي بيوصل فورا والصوت اللي بيوصل متاخر شويه، وده طبيعي جدا لان الضوء مش بس اسرع من الصوت، ده تقريبا اسرع حاجه البشر عرفوها. وباستخدام المسافه والزمن قدر ميرسيني يحسب ان سرعه الصوت 448 متر في الثانيه، وده كان قريب الى حد ما من القيمه الحقيقيه لسرعه الصوت واللي هي 343 متر في الثانيه الواحده، وده حصل بالرغم من بساطه الادوات وقتها. بعد شغل ميرسيني جه العالم الانجليزي روبرت هوك، وده اول ما نستخدم كلمه خليه بعد ما شافها تحت الميكروسكوب، وراجل اشتغل في مجالات كتير زي الفيزياء والميكانيكا وعلم الصوت والفلك. هوك كان اول واحد تقريبا عمل تجربه يحاول من خلالها يصنع الصوت ميكانيكيا، يعني بدل ما يضرب على طبله او يحرك وتر حاول يولد الصوت من حاجه بتهتز. الراجل ده جاب عجله مسننه فيها عدد منتظم من الاسنان وخلى العجله دي تدور بسرعه معينه، بعدها جاب ريشه او جسم رفيع وقربها من العجله بحيث تحتك بالاسنان وهي بتلف، واللي حصل ان الريشه بدات تهتز بسرعه منتظمه كل ما تلمس سنه من الاسنان. الاهتزازات دي عملت صوت لنغمه واضحه ومنتظمه. هوك كان كل ما يغير سرعه دوران العجله كان الصوت يعلى او يوطى حسب السرعه. التفسير المنطقي للكلام ده هو ان الصوت بينتج من اهتزاز الاجسام، ومعناه كمان انك تقدر تصنعه لو قدرت تتحكم في عدد الاهتزازات. لكن برضه كان عندنا مشكله، وهي يا ترى ايه هو شكل الصوت. بعد ما عرفنا ان الصوت بينتج من اهتزاز الاجسام جه العالم الالماني ارنست كلادني، والمعروف بابو علم الصوتيات الحديثه تحسني بشتم علم الصوتيات الحديثه، ابو علم الصوتيات الحديثه. الراجل ده عمل تجربه عبقريه جدا، جاب لوح معدني ورش عليه شويه رمله ناعمه، وبعدها بدا يهز اللوح باستخدام قوس كمان كانه بيعزف موسيقى، وبمجرد ما بدا اللوح يهتز الرمله بدات تتحرك وتتكون على شكل خطوط واشكال هندسيه معقده وجميله.
الخطوط دي اسمها اشكال كلادني او كلادني فيجرز. الاشكال دي كانت بتتغير على حسب التردد او شكل اللوح او حتى مكان الاهتزاز، واللي حصل هنا بقى كان عبقري بمعنى الكلمه. الرمله لاول مره بترسم لنا شكل الموجه الصوتيه، يعني الصوت اللي طول عمرنا بنسمعه بس بقى عندنا طريقه نشوف شكل الصوت بيها، ومن اللحظه دي عرفنا ان الصوت ليه شكل وليه تردد. بس برضه كان في سؤال مهم، الا وهو ازاي الموجات الصوتيه دي بتنتقل لينا وبنسمعها؟ وده السؤال اللي هجاوبك عليه بس بعد ما تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك. الصوت يا صديقي الفضولي عباره عن اهتزاز اي شيء. الاهتزاز ده بيعمل حركة في جزيئات الهواء حوالين الشيء ده، سواء خبطت بايدك على الباب او حركت وتر جيتار او حتى هزيت احبالك الصوتيه ورحت قلت لابوك بابا انا عايز فلوس. اهي الحركه اللي حصلت في جزيئات الهواء دي هي اللي بتبدا تنتقل في كل الاتجاهات في شكل موجات، زي اللي بتظهر في الميه كده لو رميت فيها طوبه او حاجه. الموجات دي بتفضل تمشي 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 لحد ما توصل لودنك، وساعتها طبقه ودنك الرقيقه جدا واللي بتتاثر باي تغيير بسيط في الهواء بتبدا تحس او تستقبل الموجات دي، وبعدها تقوم بعتها للمخ عشان يترجم لك ان دي صوت عربيه او ده صوت الحاجه بتنده عليه. تردد الصوت بقى صديقي الفضولي بيتقاس بوحده اسمها الهرتز، على اسم العالم الالماني هنريش هيرتز، وده كان اول شخص يثبت تجريبيا وجود الموجات الكهرومغناطيسيه. هو اي نعم ما اشتغلش بشكل مباشر على الصوت، لكن لما بداوا يقيسوا الترددات كان لازم يحطوا وحده قياس ليها، فقرروا يكرموه وسموا الوحده على اسمه. يعني مثلا لو عندنا وتر بيهتز 100 مره في الثانيه، اذا تردده هيكون 100 هرتز. الانسان بقى بيقدر يسمع الاصوات اللي ترددها من 20 هرتز لحد 20000 هرتز، ودي المنطقه اللي بنسميها الصوت المسموع او الاوديبل ساوند. الاصوات اللي ترددها اقل من 20 هرتز ودي اللي بنسميها الانفرا ساوند او التحت الصوتيه، ودي بيستخدمها حيوانات زي الفيل او الحيتان عشان يتواصلوا مع بعض من مسافات بعيده، بالاضافه الى ان العلماء بيستخدموها عشان يراقبوا الزلازل والبراكين. اما الاصوات اللي اعلى من 20000 هرتز فدي اسمها الالترا ساوند او الفوق الصوتيه. معرفتنا بقى للاصوات اللي بالتردد ده فادتنا كتير كبشريه. يعني الالترا ساوند مثلا بنستخدمها في متابعه الحمل بالسونار، او حتى في اكتشاف بعض مشاكل القلب والمخ، او تفتيت حصوات الكلى من غير جراحه. يعني باختصار كده في عالم كامل من الاصوات حوالينا، اي نعم مش سامعينه، لكن بالعلم البسيط اللي ربنا اداهولنا قدرنا نسمعه ونوظفه لخدمتنا، وبقينا نسجل الصوت ونحلله ونرسمه على الكمبيوتر ونبعته من موبايل لموبايل في بلد تانية في اقل من ثانيه. الرحله كانت طويله لكنها خلتنا نسمع العالم بشكل مختلف. لكن للاسف صديقي الفضولي الحلو ما بيكملش، وزي ما الصوت يقدر يفيدنا فهو برضه يقدر يدمرنا. فاكر صديقي الفضولي المظاهرات اللي قلت لك عليها في مدينه بيتسبرج سنه 2009؟ طب فاكر الجهاز اللي الشرطه استخدمته وكان بيخلي الناس تمشي من الميدان واللي قلت لك انه شبه طبق الدش؟ احب اعرفك على ال LRAD Long Range Acoustic Device، او يعني زي ما بيسموه مدفع الصوت. ده بقى من اغرب انواع الاسلحه اللي اتعملت في العصر الحديث، سلاح لا بيضرب نار ولا بيطلق غاز. ده جهاز قادر على اطلاق صوت موجه بقوه شديده جدا توصل ل 160 ديسابل على بعد متر واحد من الجهاز. وللتوضيح بس، الهرتز حاجه والديسابل حاجه. الهرتز بيتقاس بيه تردد الصوت، او زي ما قلت لك عدد اهتزازات الجسم اللي بيصدر الصوت ده. اما الديسابل فبيتقاس بيه قوه او شده الصوت، يعني صوت الهمس مثلا يوصل قوته ل 30 ديسابل. صوت الكلام العادي فقوته بتساوي 60 ديسابل. اما عشان تسمع صوت بقوه 90 ديسابل فانت محتاج تقف في اشاره مرور وتكون زحمه كمان. اما لو سمع صوت بقوه 120 ديسابل فانت كده موجود في حفله موسيقيه صاخبه. اما عند ال 140 ديسابل فدي بدايه الالم في ودان البشر، فما بالك بجهاز بيطلع صوت شدته توصل ل 160 ديسابل او اكتر. واسمح لي اقول لك ان الديسابل وحده قياس لوغاريتميه، يعني لما نزود 10 ديسابل فده معناه ان احنا زودنا شده الصوت ل 10 اضعاف. خدت لي بالك انت من ان 140 ديسابل ممكن يسبب الم في ودان الانسان وممكن يعمل له تلف في حاسه السمع، فما بالك بقى ب 160 ديسابل؟ الموضوع حرفيا عامل زي ما يكون في صاروخ فضائي بيقلع جنب ودانك، وبدل ما يبعد عنك فضل يقلع جنب ودانك. اقلع عني بقى. الجهاز ده تم تصميمه عشان يبعت رسائل تحذيريه لمسافات توصل ل 5 كيلومتر، لكن بمرور الوقت تم استخدام الجهاز لفض التجمهرات والاحتجاجات والسيطره على الشغب. الجهاز بمجرد تفعيله على وضع القلم ممكن يسبب صداع وغثيان وفقدان للتوازن على بعد 15 متر من الجهاز، وحرفيا ممكن يسبب لك تلف دائم في حاسه السمع. الناس اللي تعرضوا للصوت ده بيوصفوه بانه حرفيا اخترق مخهم. لو تتبعنا الايات القرانيه زي ايه 29 في سوره ياسين بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون، او ايه 41 في سوره المؤمنون فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، وغيرهم كتير من الايات اللي بتتكلم عن الصيحه. هنلاقي ان عدد من المفسرين الكبار زي الطبري والقرطبي وابن كثير والرازي فسروا الصيحه في القران الكريم على انها صوت مهلك وشديد، وانها كانت سبب هلاك اقوام زي ثمود ومدين وغيرهم من الاقوام المعذبه.
كذابين. ولما نربط ده باللي العلم اكتشفه عن تأثيرات الصوت هنفهم ان اللي ربنا قاله من 1400 سنة العلم بس النهاردة بدأ يلمسه. والمفارقة الغريبة هنا ان الصوت ممكن يدمر ويهلك، لكن برضه نقدر نستخدمه عشان ننصح بيه حد او نجبر بخاطر حد بكلمة حلوة، او حتى نقدر نشترك في القناة ونعمل لايك عشان يوصلنا كل الفيديوهات. سلام.